اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم أمي واغفر لها واسكنها فسيح جنات يا رب العالمين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو بقى مشتريات كده وحاجات من اللي انتوا بتحبوها، وأقول لكم الأسعار وجبتها منين وكل حاجة هقولها لكم في الفيديو. طبعا خلاص بقى المدارس على الابواب، فلازم بقى بنزل اجيب الحاجه كلها من العتبه مش من الفجاله بتبقى زحمه في الوقت ده، فبجيب من العتبه مطرح ما بنجيب الشنط والكوتشيات والحاجات دي، فبجيب الادوات بتاعه المدرسه بالمره. بس السنه دي احنا ما جبناش لا شنط ولا كوتشيات، لان هم عندنا وجداد لسه، بنشوف اللي احنا محتاجينه بس وبنجيبه. غير كده يعني ما يبقاش لود عليكي ان انتي لا لازم كل سنة تجيبي شنطة ولازم تجيبي كوتشي او شوز، او على حسب ما انتي بتجيبي. ادام الحاجة موجودة يبقى مش لازم ندفعها في حاجة تانية، خصوصا ان الاسعار بقى، فاللي تعرفي توفريه وفريه. انا بالنسبة لي ادوات المدرسة من العتبة بتوفر لي كتير، بجيب الحاجة بتاعت السنة كلها. يعني انا بنزل النزلة دي كده، ما بنزلش اجيب حاجة تاني. هنا بقى دي دست كشاكيل كده للمدرسة، مش للدروس. الدستة عاملة 60 جنيه، فيها 10 كشاكيل. هي الدستة 10 مش 12، يعني على أيامنا الدستة كانت 12، لا دي 10. يعني الكشكول واقف ب6 جنيه جوه الدستة. أنا كان أما نزلت شبرا كانت بنتي عندها درس، فقلت لها روحي هاتي كشكول واحد بس، نفس الحجم ونفس الشكل يعتبر هو يعني، لحد بس ما انزل اجيب، يعني اقضي الغرض بس ان انتي تروحي بيه الدرس وكده. راحت جابت الكشكول ب10 جنيه، فشايفين الفرق قد ايه في الدستة. 4 جنيه في الكشكول الواحد. جبت لهم بقى واحدة انجليش واحدة عربي، لحد ما نشوف لو احتاجنا تاني. بس هما مش بيحتاجوا، لان انا بنتي التانية طبعا زي ما انتوا عارفين ان هي في الثانوي والتابلت وكده، فمش بيحتاجوا كشاكيل. فقلت ده يقضيهم ولو عايزت حاجة بقى زيادة نبقى نجيب هنا من المكتبة وخلاص. جبت بقى لبنتي الكبيرة الكشاكيل السلك دي، هي بتحبها وكل سنة كنت بجيبها لهم. بس السنة دي بقى في تغيير كده، ان هم عاملين الكشكول الورق بتاعه الوان من جوه. هو عجبها جدا وانا عجبني، يعني انا بحب الكشاكيل والنوت بوكس والحاجات دي، بعزها يعني، واحب اكتب فيها الوصفات واحب اكتب فيها، يعني انا بعز الكتابة شوية. هنا بقى جبت لهم كل واحد 2. الواحدة من دي عاملة 75 جنيه، الكشكول 80 ورقة. مش فاكرة بالظبط هو 80 ولا 100. عامة هو كان التلاتة ال80 كانوا عاملين 75. السنة اللي فاتت كنت جايبهم ب50، والتلاتة ال100 عاملين 85. تعالوا بقى شوفوا الكراسات القمر دي بقى، ولا الغلاف بتاعها، ولا يعني ما يجيش على سعرها خالص. الغلاف بتاع بلاستيك كده، مش هتحتاجي بقى ان انتي تجلدي ولا تعملي الكلام ده. زمان بقى اما الولاد كانوا صغيرين كنت بجيب الجلاد واجلد لهم عشان احافظ على الغلاف بتاع الكراسة. هنا بقى ده منه فيه، والمكتوب على الكراسة دي، شايفين الكراسة كبيرة ازاي؟ الكراسة دي عاملة 15 جنيه. جبت منهم 10 لان مفيش منهم بالدست يعني، فجبت منهم 10. بصوا الالوان والكلام اللي مكتوب، يعني كل يوم ممكن يكون بداية، يعني حاجات كده بتديكي تفاؤل. وهنا جبت من كل واحد 2. ماشي. وهنا برضو اهو، كن فخورا بنفسك. طبعا لازم تكوني فخورة بنفسك وباللي انت بتعمليه، وتبقي مبسوطة كده وممتنة لنفسك. جبت بقى من كل واحد 2، بحيث ان كل بنت تاخد 5. وانا مش هديهولهم كلهم مع بعض، يعني اللي يعوز يبقى ياخد، يعني كل واحد عارف حاجته ايه، واللي يعوز خلاص انا عارفة ان انا مأمنة نفسي والحاجة عندي في البيت، فمش هضطر ان انا انزل ولا ادفع اسعار كبيرة يعني. هنا بقى جبت الالوان دي، بحب اجيبها لهم عشان هما بيحبوا يلونوا زي زمان كده، ما احنا كنا ونعمل سطر لون والسؤال بلون والاجابة بلون.
العلبة دي فيها 10، ال10 عاملين 50 جنيه. الادوات بقى اللي جاية دي يعني مش الادوات دي الاقلام وكده، ويعتبر برضو الكشاكيل دي فروشات كده في العتبة. ماشي. زمان كانت الاقلام دي يقولك اي حاجة على العربية بجنيه، دلوقتي بقت ب2 جنيه ونص. بس انا بجيب الحاجات اللي مقفولة، بيحسبها لي جملة، وفي نفس الوقت بتبقى مقفولة، محدش بقى جربها ولا حد عمل ولا اي حاجة. بحب اجيب النوع ده عشان الخط بتاعه تخين. وهنا بجربه لكم اهو، بكتب بنت من شبرا. الالوان بتاعته حلوة قوي 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 يعني. وايه تاني؟ وبحب برضو اللي هو النوع بتاع بريمة، يعني في انواع كده معينة بحبها عشان خطها بيبقى الخط تخين. ولادي ما بيحبوش اللي هو خطه تخين، ولادي انا جايبه لهم حاجة تانية بقى. يعني الالوان دي خطها تخين، هم طالبين بقى انواع معينة كده للحاجة. هوريها لكم دلوقتي. طبعا الكشاكيل دي يعني انا جايباها كده يعني يستخدموها وخلاص، لكن الكشاكيل السلك والكراسات اللي هي بالغلاف الحلو اللي انا لسه موريها لكم دي، دي بقى للدروس للمذاكرة كده. هنا ده طبعا انا بجيب من كل حاجة 2 عشان البنات. هنا ده الهايلايتر الواحد عامل 25 جنيه، بيحبوا يعملوا العناوين في الكتاب بيها. وده الأقلام اللي هما بيحبوها بقى اللي هو الروتو. هو حلو وخطه حلو وكل حاجة، بس هو فيه عيب، يعني مش عارفة ده عيب بقى ولا ايه. ان القلم بيخلص بسرعة، يعني ممكن القلم ما يكملش معاهم اسبوع. لكن الالوان اللي هي البيج والبريمة والحاجات اللي احنا عارفينها اللي احنا كنا بنعملها دي، لا بتقعد فترة. هنا بقى الاقلام الرصاص دي هم كانوا عاوزين الفبريكاسل. وخلي بالكم لان في نازل تقليد، الراجل قال لي عاوزه الاصلي ولا عاوزه التقليد. قلت له لا انا عاوزه الاصلي لان هم طالبينها بالاسم. قلت له وريني كده التقليد، وراني بقى لاعبين في الحروف، يعني شايلين حروف وحاطين حروف تانية مكتوب. يعني هو نفس الشكل كده بس الحروف مختلفة، هي مش فابريكاس الخاص. هي العلبة كان هو بيبيعها ب110، حسبها لي ب100 لان انا كنت واخدة حاجات كتير. والقلم الازرق اللي هو الروتو ده الدستة عاملة 45، والقلم لوحده عامل 5 جنيه. طبعا لو القلم لوحده هتشتري بالقلم، يبقى الدستة واقفة عليكي خمسة في 12 ب60. يبقى انتي موفرة اهو من 45 ل60 موفرة. وجبت لهم برضو منها الاحمر، وجبت لهم منها الاسود. جبت ال3 الوان عشان ما يحتاجوش حاجة برضو. وبيفضلوا يسحبوا منهم، وساعات بتتبقى حاجات للسنة الجاية، يعني انا عندي حاجات من السنة اللي فاتت. عملت طبعا جرد للحاجات القديمة، رميت الحاجات اللي خلصت. والحاجات الجديدة شفت ايه اللي ناقصهم، وابتديت بقى ان انا اكتب في ورقة عشان ما انساش. واجيب بقى الحاجات اللي ناقصاهم، هي دي الحاجات اللي كانت ناقصاهم بس. يعني احنا عندنا حاجات من السنة اللي فاتت. هنا بقى جبت لهم مساطر دي هما بيحبوها، جبناها السنة اللي فاتت وجربوها. بس خلاص بقى يعني ال التدريجات اللي فيها دي اتمسحت، فهم حبوا ان هم يجيبوا 2 جداد. وجبت لهم المقالم دي، عندنا اشكال كتيرة من المقالم. بس قلت اجيب لهم دول كتغيير، يعني انا غسلتها لهم، غسلت المقالم بتاعتهم مع الشنط. زي ما قلت لكم انا مش هجيب لا شنط ولا كوتشيات، احنا غسلناهم وكأنهم جداد لان هم ما مش هالكين الحاجة. وجبت 4 من اللي هو الكوريكتور ده. الواحد عامل 7 جنيه. والالوان دي الواحدة، انا بحب النوعية دي. الواحدة عاملة 25. جبت برضو 2 للي يعوز. بنتي الكبيرة قالت لي لا انا مش هستخدمه يا ماما، هو انا لسه صغيرة، فجبتهم. وهنا جبت البرايات دي حلوة قوي وبتبري حلوة، انا جربتها عند الراجل. اما بعوز اجيب نوع براية بجربها عشان اشوف الحد بتاعها ده بيبري كويس ولا لا. هنا دي بقى فيها ان هي فيها شفرتين كده، اما دي تنعم خالص احط التانية، هو فيها مسمار من فوق بيتفك وبتركبي التانية.
دي بقى الاقلام دي انا جايباهم ليا، هما بقى ما بيحبوهاش لان الخط بتاعها تخين، لكن انا بحبها. جبت منها الاخضر عشان يبقى كده في الاسود والازرق والاحمر والاخضر. شايفين الخط بتاعها تخين ازاي؟ انا بحبها وبتقعد فترة كبيرة، لان انا زي ما قلت لكم بحب اكتب حاجات وكده، فجبت ده بقى حاجة زيادة. طبعا الاقلام الحمراء والسوداء مش في علب، لان هو كان مفضي العلب ورصصهم على العربية بتاعته، على الفرشة بتاعته، وبيبيعهم بقى بالواحد وكده. اما لقاني باخد بالدستة قال لي طب خلاص خدي الازرق دستة، والتانيين هجيبهم لك من على العربية عشان ما عنديش. جبت الاساتيك دي نوعها حلو قوي، وجبت 2 من اللي هو الجلو ده، وجبت لزق. بصي العربيات اللي بتبقى في العتبة دي فيها كل حاجة، كل حاجة ممكن تحتاجيها من المكتبة. وجبت السنون اللي هو ال7 ملي، برضو هم كانوا عندهم الأقلام بس ما عندهمش السنون، جبت 2. وطبعا كان في بقى أشكال كتير، البرايات والأساتيك طبعا اللي ولاده في الكيجي أو في الابتدائي، الحاجات دي هتعجبهم قوي، الأشكال حلوة قوي بس محتاجة أطفال. اما ابني يكبر شوية كده بقى وادخله الحضانة وكده هجيب له من الحاجات دي. وهنا بنتي خدت عايزة المشابك دي عشان بيحطوها عشان يعرفوا هما وصلوا للورقة انهي، بدل ما احنا كنا بنتني الورقة عشان نعرف ان احنا وصلنا لدي في الكتاب، لا بيعملوها بالمشبك. حاجات جديدة بقى. جبت الفلاسك دي، هي غالية شوية بس هو سعرها فيها بصراحة، عاملة 165 جنيه. دي جبتها من شبرا مش من العتبة. الحاجات اللي في العتبة كلها سوقي كده والبلاستيك بتاعها معجبنيش، فلا جبت دي من شبرا. حلوة قوي ومحكمة الغلق ولونها حلو قوي. جبت واحدة. بنتي التانية قالت لي لا يا ماما ما تجيبيليش، اللي هي في الثانوي، انا هنزل اختار واحدة. انتوا عارفين بقى السن ده وهي لازم هي اللي تجيب وهي اللي تختار. وكانت بنتي عاوزة لانش بوكس بس ما لقيتش اللي هي عاوزاه. هي كانت بعتلي صورة كده لللانش بوكس اللي هي عاوزاه، بس انا ما لقيتهوش. اما انزل الاسبوع الجاي، يعني مش شرط تنزل بيه اول يوم المدرسة، اما انزل الاسبوع الجاي شبرا هجيبه لها. هي عاوزاه شكل معين كده، هجيبه لها ان شاء الله. هنا بقى دي كده كل الحاجات اللي انا جبتها، ما جبتش حاجات اكتر من كده. و... وعلى قد ما الحاجات قليلة على قد ما هي عاملة مبلغ برضو. يعني انا جايبة الكراسات والحاجات دي عاملة 600 جنيه، وادوات الاقلام والحاجات دي عاملة برضو 600 جنيه، فمبلغ برضو. هنا برضو جبت لبس المدرسة، كل واحدة عاوزة تيشيرت وبنطلون اللي هو السويت بانس او الشروال زي ما بيقولوا. وكل واحدة تيشيرت مختلف لان دي ثانوي ودي اعدادي. وبكده انا يبقى خلاص كده خلصت حاجة المدرسة. وطبعا ما ينفعش انسى نفسي. اما نزلت العتبة لقيت في محل بتاع بلاستيكات كده، بعدي عليه اشوف ايه الجديد وكده، فلقيت الوطنية منزلة علب تلاجة جديدة حلوة قوي، فيها شبه من تبر وير، بس طبعا مع اختلاف الاسعار. يعني دي عاملة 239، 5 علب. هي من بره مط كده، ومن جوه فيها لمعة. دي اكبر علبة عاملة 6 لتر. هم حاطين بقى اللترات عليها من ورا، وبتحط بتتدخل غسالة الاطباق وبتتحط في الميكرويف. وبوريكم اهو ان هي من شركة الوطنية. انا بحب الوطنية وبحب الهلال والنجبة، وبحب ستار. الانواع دي من البلاستيكات حلوة قوي. دي اكبر علبة 6 لتر. العلبة اللي بعدها والوانهم بقى مش عاوزة اقول لكم كده، يعني فظيعة حلوة قوي. خلاص زهقت من العلب الشفافة وجبتها كتير وجبت اشكال كتير، فما لقيت دول عجبوني جدا. دي العلبة التانية عاملة 4 لتر برضو، B5، وبتخش غسالة الاطباق والميكرويف. حلوين قوي والوانهم حلوة قوي، وبياخدوا مساحة كبيرة.
او كمية كبيرة. يعني العلبة الكبيرة دي انا جربتها، انتوا متخيلين علبة تلاجة بتاخد 6 لتر يعني. الساعة بتاعتها كبيرة قوي. ودي عاملة لتر و800، ودي عاملة تقريبا لتر ونص. الكميات بتاعتهم حلوة قوي وهينفعوك في حاجات كتير. لو عندك حد بيبيع حاجات الوطنية اسأليه، وهتلاقي ادام العلب دي نزلت يبقى هتبقى موجودة في كل حتة. بس انا جايباها من شبرا، معلش مش من العتبة. وهم 5 علب، شايفين الوانهم كل لون احلى من التاني. هم شايفين شكلهم على بعض كده. ودي البراند بتاعهم الوطنية البلاستيك بتاعها فظيع. وجبت ايه تاني؟ جبت هم ازاز ميه للولاد يروحوا بيها المدرسه. بس انا خدتهم استخدمهم استخدام تاني خالص. انا جايباهم احط فيهم زيت واحط فيهم خل. الواحده عامله 49 جنيه، يعني قولي 50 جنيه. هم اكليريك، ما بيكسروش. في منهم ازاز بس قلت لا ما جازفش، لان الولد ساعات بيخشوا يعملوا حاجات في المطبخ كده، حاجه تقع حاجه تتكسر فخساره. فجبتهم اللي هو الاكليريك ده. الازاز عامله 85 والاكليريك عامله 49. حلوين قوي والكميه بتاعتهم برضو كويسه. انا اكتر حاجه للمطبخ بدور على السعه وعلى الجودة بتاعة البلاستيك، لان انتوا زي ما انتوا عارفين انا بحب البلاستيكات جدا 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 فوق ما تتخيلوا. وكده يبقى انا خلصت المشتريات بتاعتي. ولو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تحطي اللايك، ولو مش مشتركة انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. بحبكم في الله، وباي باي.